السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده صينيه كيكه كده حكايه بجد والله، ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب. الشتا بيحب المعجنات يا جماعه جدا جدا والله، مش عارفه الشتا ولا احنا بس هنقول الشتا. هنجيب بوله، نكون عندنا عصرين كوبايه برتقان، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه وربع سكر. دي المكونات. 4 بيضات. البيض نكون مطلعينه من التلاجة شويه عشان يكون ما يكونش ساقع. تمام. كيسين فانيليا كده نرشهم على البيض. بالمضرب البيض كده نضربهم. تمام كده لغايه ما نحس ان البيض فك خالص، ننزل عليه بالكوبايه الا ربع زيت. هي الكيكه ما تتعملش غير بزيت بجد يعني. تمام كده، بس زيت يكون كويس. هنضربهم برضو مع بعض، كل ما ننزل حاجه في البوله نضربها. تمام. ادي الكوبايه وربع سكر. تمام كده. انا بحبها محليه، انت عاوزه تخليها كوبايه بس براحتك. برضو هنفضل نضرب بقى شويه كتير عشان السكر يدوب، لازم ما يبقاش فيه سكر خالص. تمام كده. هننزل عليهم بالكوبايه البرتقال. انا مش عارفه هو لون البرتقال مش غامق ليه بجد والله، يعني سؤال محير. يعني انا كان نفسي يبقى لونها كده غامق كده البرتقاني، مش عارفه. المهم ضربنا اهو المكونات كلها في بعض. تمام. بحاول اشوف كده لو في حاجه سكر لسه تحت ولا لا. بالاسباتيولا بتاعتي اجيب الصينيه احط فيها حته زبده من تحت. تمام كده. نجيب بقى الدقيق بتاعنا، هحط 2.4 كوباية دقيق. تمام، 2.4 كوباية دقيق، وهحط 2 معلقة كبار نشا. تمام كده. معلقة كبيرة بيكنج باودر. طبعا كلنا عارفين نعمل الكيكة يعني. تمام كده اهو. بقلبها بس شوية كده، عشان انا لو فتحت مضرب البيض دلوقتي هيبقى كلنا عاملين زي شيبوب والله. تمام. قلبناها كده شويه، وبعدين اقلبها بالزيتيولا عشان دي يدخل جوه المكونات عشان ما تبهدلش يعني. تمام كده. بعد ما اضربها كده بتاع شويه بالزيتيولا كده، اروح ضربها كمان بمضرب البيض، اتاكد ان كل حاجه دخلت في بعض ومفيش اي تكتلات. تمام كده اهو. خلاص كده. تمام كده اهو. هجيب الصينيه بتاعتي، هحط فيها شويه دقيق. انا حطيت فيها زبده، هحط فيها شويه دقيق من تحت زي تعفيره كده وخلاص. تمام. عشان انزل عليها صينيه انزل عليها خليط الكيك اهو. الخليط نزلته. الصينيه دي كبيره يا جماعه مش صغيره. تمام كده. خلاص كده اهو. اخبطها خبطتين حلوين كده، واجيب كمان خلة الشيش طاووق كده، همشيها عليه كده عشان لو في اي هوا يطلع. تمام اهو. عندي انا شوية شيبس شوكولاتة. تمام كده. هرش عليها من فوق، بتديها طعم حلو قوي يا جماعة، جربوها والله بجد هتبقى حلوة قوي، هتعجبكم قوي. انا ولادي كانوا عايزينها بالشوكولاتة وانا بحبهاش بالشوكولاتة بجد، فلقيتهم بقى، قلت طب ما انا اعمل حاجة بسيطة كده تغير شكلها، فرحت حطيت ده. حلو قوي. وعندي شويه عين جمل برضو، لا جربوها هتعجبكم جدا جدا. يعني رش عين جمل، بصي اي حاجه عندك بس هي عين الجمل الشوكولاته الشيبسي دي حلوه جدا والله فعلا، يعني فكره حلوه وان شاء الله تعجبكم. تمام اهو. خلاص. انا بحب العب بالصينيه، محدش قالوا لي ايه اللي بعمله ده. احطها في الفرن، وبحبها غامقه ما بحبهاش فاتحه، يعني بحب لونها كده الكيك. انت عايزه تخليها افتح من كده براحتك، معلش بقى هي المفروض تبقى اعلى من كده بس انا عندي الفرن مش كويس. تمام كده اهو. هقطعها، هي لسه سخنه خالص، احنا تسيبيها براحتها تبرد براحتها، لكن انا بحب اوريها لك كل حاجه وهي لسه طالعه اهو، لسه والله طالعه من الفرن حالا اهي. انا بحب اكل الكيكه كمان سخنه، بحبها سخنه جدا يعني، انا بحبها كده. تمام اهو. بقطعها. لا طعمها حلو، والعين الجمل مع الشوكولاته دي مديها طعم حلو جدا.
بحب انا الحاجات المقرمشه دي، فطعمها لا فعلا حلو، هيعجبكم ان شاء الله. اهو زي ما انت شايفه. بس هو السؤال اللي انا نفسي اعرفه، هي مش طالعه عليه لون البرتقال، انا مش فاهمه بصراحه يعني. المهم طعمها حلو جدا بجد. عين الجمل مع الشوكولاته الشيبس الصغيره دي، لا مديها طعم حلو قوي يا جماعه، مخليها مش يعني ايه، ما تحسيش ان هي كيكه، تحسي ان هي حاجات اللي هي سنيكر دي وكده، فاهماني؟ ارتفاعها حلو، هي المفروض تبقى اعلى كمان من كده، بس انا بقولك الفرن عندي مش كويس، فلا حلوه وان شاء الله تعجبكم. شايفين خفيفه، مش كبسه بجد والله، مش كبسه خالص، طعمها حلو. عين الجمل مديها طعم مختلف مع الشوكولاته دي، ان شاء الله تعجبكم. طعم الكيكه بالبرتقال حلو قوي، انا بحب الكيكه بالبرتقال جدا، وبحب اللي باللبن برضو بس دي اكتر. ولادي عايزين شوكولاته فحبيت اغير لهم، فحطيت لهم الشوكولاته الشيبس، مديها طعم حلو، وهي وعين الجمل اهي. شايفين والله يعني مش كبسه فعلا خالص، لا خفيفه خالص، ولسه هي البخار طالع منها. يا رب تعجبكم يا رب، واتمنى اعرف رايكم، ومع السلامه.